جلال يوسف صور واحد الطرف ديال الطوموبيله. اخويا توفيق نعيط لك اخويا ابدا ديالها شاف هذا هو راح حتى العلو ديال الامواج راه مرتفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي صفحة نيوز مارا. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لأسرة الفقيدة في الوفاة. سيدة كانت على متن السيارة إثر انزلاق ديالها في البحر الرباط. إلى حد الآن مازال أسباب مجهولة. شنو السبب انزلاق ديالها هي والسيارة؟ كانت تتواجد رفقة الأخ ديالها والزوج ديالها، بعد ما كما شاروا بعض الشهود الحاضرين في عين المكان ان الراجل والاخ ديالها نزلوا من السياره، من بعد منها انزلقات في ذاك المكان اللي لهيه. نسال الله السلامه والعافيه والرحمه والمغفره لهذه السيده. قبل قليل عناصر الوقايه المدنيه عثروا على الجثه ديال السيده وتم الانتشال ديالها للخروج ديالها من شاطئ الرباط الودايه ان شاء الله. الرحمه والمغفره. هذا الاسبوع هذا انتشال جثتين قبل يومين انتشلت جثه في عنق الجمل بالضبط، يعني امتار قليله على هذا المكان هذا. واليوم كانت حاله غرق لهذه السيده هذه. نسال الله السلامه والعافيه لكل الناس اللي تتواجدون هنا. مازال الاجزاء ديال السياره اللي في العمق ديال البحر انها تطلع تطفو فوق المياه. ف تنتمناو الناس اللي تجي لهنايا تبغي تاخذ صوره، تبغي تاخذ سيلفي، انها ترد البال ديالها، لان العلو ديال الامواج اللي تتواجد الان فصعيب بزاف انك تكون قريب للبحر. كي تلاحظوا معنا ان هذه الموجه هذه شوفوا شحال غتوصل. اييه هذا الشيء علاش تنقولوا الناس ترد البال ديالها انها بعض المرات تعطي للبحر بظهرها وتبغي تاخذ سيلفي، ولكن بعض المرات يكونوا الامواج تكون فيها واحد 4 متر ولا 5 متر، تضرب تتوصل لواحد 40 متر ولا 50 متر على الصخر، تقدر يرجعك الماء معاه في الساحل ديالو. مجموعه ديال الناس ما تعرفش المشاكل اللي تتوقع في الجنبات ديال البحر. ومره اخرى نرجعوا للسيده اللي غرقات. كما قلت ان كي تلاحظ معنا السي طارق ان مازال اجزاء ديال السياره تيطلعوا فوق الماء، والسياره في العمق ديال البحر، باش يعرفوا المشاهدين ان راه مازال في العمق ديال البحر. والسيد والاخ ديال المرحومه انهم مشاو باش يتسلموا الجثه ديال السيده. عناصر الوقايه المدنيه وعناصر الامن الوطني وعناصر القوات المساعده كانوا في عين المكان عثر الاتصال بهم مباشره بعد غرق هذه السياره. توجهوا الى عين المكان، وعناصر الوقايه المدنيه انتشلت الجثه ديال هذه السيده هذه. انا لله وانا اليه راجعون. تعازينا الحاره لاسره الفقيده. فردوا بالكم من البحر ما معاش اللعب وماشي وقت ديال العومان. فمؤخرا تسجلت مجموعه ديال الحالات ديال الغرق، 4 حالات بمدينه المحمديه. كانوا تيلعبوا وقدر الله ما شاء، مشى الاول مشى الثاني مشات بنت ومشى الرابع. لحد الان مازال جثث ديال منهم مازال ما انتشلات، وربما انتشلت جثه صباح هذا اليوم بشاطئ النحله المحمديه. وقبل يومين كما قلت ان شاطئ عنق الجمل وفد جثه ديال سيده او لا سيد الله اعلم ما عرفناش بالضبط، وامتار قليله على هذا المكان هذا اللي سقطت فيه السياره. مره اخرى تعازينا الحاره لاسره الفقيده. فتنتمناو من الناس ترد البال ديالها، وشكرا لكم. شكرا الاخ يوسف. فعلا الناس تاخذ الحيطه والحذر، لان هنا كتضرب واحد الامواج اللي هي امواج عاليه. كذلك يعني كيفاش حتى السياره زلقات. شحال من واحد غتجي غريبه بان السياره هبطات لهنا الشاطئ، ولكن قدر الله وما شاء، يعني السياره هبطات لان تقف. راه البياس اللي باقي تيطلع، لان السياره راه كانت في هذيك الضفه اللي لهيها
كيفاش حتى هبطات، يعني واش خلات فران امان ولا هذه. ولكن نطلب الله السلامه وتعازينا الحاره للعائله ديال هاد السيده هذه اللي غرقات يعني بها الطوموبيل في الشاطئ، هبطات بها، ودخلوا رجال الوقايه المدنيه اللي تم نقلها عبر زودياك في هذا الاتجاه هذا. الله يصبر الاهل ديالها، انا لله وانا اليه راجعون. يعني الناس اللي كتجي جنبات ديال عنق الجمل تاخذ الحيطه والحذر، لان الامواج كما كتشوفوا امواج اللي كتضرب كتقدر توصل، يعني راه تنشوفوا المياه يعني توصل حتى لهذيك الجهه. كنتمنوا الحيطه والحذر اي واحد اللي كيجي الشاطئ في هذا الوقت هذا، لان كنشوفوا راه هما يعني طروفهم ديال السياره اللي كيبانوا. السياره الان كنشوفوا هذه الامواج وهذه غتكون هبطات لتحت، حتى الغواصين او الوقايه المدنيه غيجيو يجبدوا راه زوب على هذاك يوسف. راهم يعني كيبانوا الطروفهم ديال السياره خارجين من هنايا. راه مطروفهم ديال السياره كيبانوا بانهم راهم كيخرجوا الطروف، ولكن السياره غتكون هبطات لتحت. كذلك هاد الامواج اللي تنشوف بان البحر هايج، حتى من الغواصه باش غيهبطوا الان وغيطلعوا السياره راه يكون شويه صعيب. هنا يعني الاشاره بان كانت واحد الجثه اللي لاحه البحر، معروف بعلق الجمل. هنايا كاينه واحد التيار اللي كيجر الانسان اللي الله الناس اللي كتكون يعني اللي تيغرق في الرباط او في هرهوره او في كازيلو. البحر كيجيو كيلوحوا هنا، لان كاين واحد التيار، واحد يعني كما تقول الفم ديال البحر، يعني تيجيو كيلوحوا هنايا. يعني راس السياره كانت واقفه في هذيك الضفه اللي ليها. معنا نقولوا ان الله وانا اليه راجعون. الله يصبر الاهل ديالها والناس اللي كتجينا العنق الجمل، يعني تاخذ الحيط والحذر اللي كيجيو في السياره. حتى كذلك يعني هذه الوقفه اللي واقف انا راه في خطر، راه كيضرب واحد الامواج يقدروا يوصلوا حتى لعندك ويجروك للبحر ليها. لذلك تنتمنى الحيط والحذر. شوف على مواشي السيده كانت يعني الناس اللي كانوا حاضرين هنايا كانت هي والزوج ديالها والاخ ديالها هبطوا من السياره. كيفاش هي بقات وداك الشيء يعني التفاصيل اللي غيعرفوها رجال الامن، وكذلك قدر الله وما شاء. انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر الاهل ديالها، الله يجعل مثواها للجنه يا ربي. اللي كنشوفوا بان راه البحر هايج، راه كنشوفوا بان بعض الطروفه ديال السياره اللي كيطلعوا عاود يغبروا. هاجي صوت سمار. ها لا ما بديناش في الاول. يعني حسب يعني الناس اللي كانوا حاضرين هنايا، راه الباص يطلعوا سنه يعني الناس اللي كانت هنايا، الشهود اللي كانت حاضره بان كانوا رجال الوقايه المدنيه ودخلوا بالجيت سكي. ولكن قدر الله ما شاء، لان كنشوفوا البحر كيفاش هايج. السياره دابا غتكون فودات لتحت. انا لله وانا اليه راجعون. والله العظيم يعني صعيبه باش غتكون انتي والزوج ديالك والاخ ديالك وغيكتاف هذا الشيء هذا. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويصبر الاهل ديالها.
اذا المتابعين 8 نيوز تشكركم على المتابعه ديالكم، بارطاج اللي يجيب ديالكم. كما كنا كنقول لكم هذا البث مباشر من عنق الجبل. السياره مازال ما جبدوهاش، مازال كاينه هنايا في البحر. و تعازينا الحاره العائله ديال السيده اللي غرقات، اللي هبطات بها السياره هنايا. ان الله وانا اليه راجعون. يعني راه كنشوف واحد الخطر، يعني كاين يعني الامواج كيضربوا الناس، يعني كيجيو يهبطوا باش يلتقطوا الصور. تنتمنوا باش تاخذوا الحذر الحذر، لان هاد الامواج اللي كنشوفوا بان راه كيضربوا بواحد يعني الميتراج كبيره، كيوصل حتى لهنايا. نتوما كتشوفوا بان راه الامواج كتضرب واحد المسافه كبيره. اذا مره اخرى نبقى نقول لكم شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله.